السلام عليكم. الا دخلتي شي نهار عند شي مول المحل ما كتعرفو ما كيعرف، عطاك كاس الماء ولا العصير ولا اتاي ولا اي مشروب معين، واش تشربو ولا لا؟ الا قلتي لا فراه مبروك عليك، الا قلتي ياه راسك تحمد الله حيت ما جيتيش في الطريق لحاج المسفيوي، اما راه غتكون بين الضحايا ديالو. حاج المسفيوي الملقب بسفاح مراكش، واحد من اخطر السفاحين اللي دازو في تاريخ المغرب، والله سطر مسيرته الاجراميه بدم 36 مرة مغربيه. تزاد الحاج المسفيوي في 1 يناير 1870 ومات في 13 يونيو 1906، وفي خلال هذه الفتره اللي عاشها خدم كخراز وتاجر وكاتب عمومي مع شريكته اللي كانت في 70 من عمرها اللي كانت سميتها الرحاليه. من بعدها تحول الموضوع ديالو تدوات كيسان داتاي والقهوه وسط الجماعات والقهاوي. لقيتها اللي كانت مراكش كتعرض للسراب ديال الشراط وتمرد القبائل وخوف الناس من المجاعه. في ظل هاد الفوضى كامله كان الحاج المسفيوي كيرتكب الجرائم ديالو، وبدا الخطر ديالو كيطغى على تمرد بوحماره اللي كان كيتزامن معاه في نفس الفتره. عاش مراكش حاله ديال الرعب بسبب اختفاء عدد كبير من المراهقات والعجز ديال باشا بن داود على فك هاد اللغز. جات أزم الوضعية، حصلت حالة استنفار في صفوف الشيوخ المسؤولين في مرة. حتى واحد النهار غبرات بنت في 20 من عمرها، قرروا الأقارب ديالها يقلبوا عليها بطريقتهم ويحققوا شكون اللي كان مورا هاد الاختفاء. وبالفعل التحقيق ديال هاد الأسرة كشف على أن آخر بلاصة شافتو كانت فيها بنتهم هي قدام المحل ديال الحاج المسفيوي مع واحد المرأة كبيرة سميتها الرحالية. داكشي علاش قرروا يخطفوها ويعذبوها حتى اعترفت بمشاركتها في القتل والتقطيع ديال جثة بنته، بعد ما شربوها كاس ديال الشراب فيه منوم قوي في المحل ديال الحاج المسفيوي. والاكثر من داك الشيء اعترفت الرحالية المسؤولية ديال الحاج المسفيوي على عدد كبير من جرائم الاختطاف والقتل اللي عرفتها مراكش في ديك الفترة. انا قرر اب هاد الاسرة انه يعلم الباشا داكشي اللي توصل ليه مورا التحقيق اللي دارو، اللي هو ان السفاح اللي كان خلق الرعب في مراكش هو الحاج المسفيوي، خراز ديال السوق. من بعد تعريضه لبزاف انواع التعذيب قرر اخيرا انه يعترف بمسؤوليته على 36 جريمه قتل في حق 36 مرة. السبب اللي خلاه يدير هذا الشيء على حسب التصريحات اللي دلا بها في التحقيق هو السرقه. كان كيستدرج الضحايا ديالو داخل المحل بالمساعده ديال الرحاليه، من بعد كيعطيهم منوم في كاس ديال اتاي ولا الشراب باش يرتكب الجريمه ديالو بلا صداع. في روايه اخرى اللي كانت للكاتبه البريطانيه من اصول مغربيه سعيده الرواس اللي هضرت عليها في كتابها جمع الفنا تفاصيل اخرى على كيفاش حصل السفاح المغربي، قالت في البدايه كنت كنظن انها قصه خرافيه وما عندها حتى علاقه بالواقع، ولكن ملي مشيت للمكتبه البريطانيه لقيت بزاف د الجرائد اللي كيهضروا على الجرائم اللي شهدها المغرب في 1906. وكان المحقق فاروق العالمي هو اللي تكلف من القصر الملكي في طنجة انه يسافر لمراكش باش يكشف خيوط دوك الجرائم والهويه ديال السفاح المسؤول عليها. حجز المحقق فاروق العالمي اوتيل صغير، تبين ان القضيه كتختلفش بزاف على ملف جاك السفاح البريطاني، ولكن ما لقاش مساعده من السكان اللي كانوا متسرعين في الوصول للفاعل، علما ان المغرب ديك الوقيته ما كانش عنده جهاز الشرطه وكان القاضي الشرعي هو اللي كيتكلف بالتحقيق. اضطر فاروق العالمي انه يستعن براجل سميتو يوسف المهدي اللي كان جلاد وقادر يخلي اي واحد يعترف باخطر طرق التعذيب. وهكذا تمكن فاروق العالمي انه يتوصل للجاني اللي هو الحاج محمد المسفيوي. هاد جوج روايات الخوت كيختلفوا، كل واحد كيقول الروايه ديالو، ولكن الروايه المشهوره هي ديال العائله اللي ذكرنا في الاول. المهم في البدايه مور ما حصل الحاج المسفيوي كان مفترض انه يكون الاعدام ديالو صلبا في 2 ماي 1906، ولكن بسبب اعتراض السفارات الاجنبيه على طريقه الاعدام الهمجيه خد قرار بقطع راسو. ومع ذلك كان الشعور العام في مراكش ما راضيش على هذا القرار وبغاو يتعاقب باشد عقوبه ممكنه نظرا للشناعه الجرائم اللي ارتكب واللي ما استوعبهاش المغاربه. كانوا كيجيبوه كل يوم من الزنزانه ديالو للساحه ديال السوق كيجلدوه بهراوات مشوكه حتى يفقد الوعي. من بعد فتره طويله ديال التعذيب قرروا يدفنوه حي واقف في حيط من حيوط السوق. تطوع جوج بنايه انهم يحفروا زنزانه صغيره بعرض 61 سنتيم
وبطول متر و80 في حيط السوق كما كانوا مخططين. والنهار اللي جابوه باش ينفذوا الاعدام بدا كيغوت وكيطلب الرحمه، ولكن هيهات قاد الحيط من بعد ما كتفوه بالسناسل والناس كيضربوه بالزبل والبوراز، حتى حطوه في ديك الزنزانه وبناو عليه حيط وسط السبان والمعيول اللي كانوا كيتفنوا فيه الجماعه. بعد ما كان كيتسمع الصوت دغواتو ونوزط داك الحيط لمده 3 ايام، اليوم الرابع تقطع حسو. الشيء اللي خلى الناس يتعصبوا حيت مات بالزربه. وهكذا كانت النهايه ديال اخطر سفاح داز في تاريخ المغرب. تنساوش الاخوان اللي عجبكم هذا المحتوى اللي كنقدم دعمونا بواحد اللايك وواحد ابوني وكومونتير زوين بحالكم، وكنتمنى يلقاكم هذا الشيء وانتم اليز. والسلام عليكم.